السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جيت نقدم معكم واحد الطريقة ديال الحلوى الشباكية، طريقة ناجحة 100% معتمدة عندي، ديما تنديرها كل عام. وخا ما يكونش كاع العوين دغيا هاد الطريقة اللي غادي نخدم بها هاد الحلوى تتوجد دغيا، وخا تكوني بوحدك كتقدري انك تغلبي عليها. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يدخل عليكم هاد رمضان بالتيسير والربح وبطول العمر والصحة يا ربي، وبالتقوى وبالايمان ان شاء الله بحول الله. وهنا تبعوا معايا الطريقة، وان شاء الله غادي نتواصلوا انا وياكم النتيجة ممتازة وزوينة. هنا عندنا كيلو ديال الفرص من بعد ما غربلته طبعا، ودرت واحد رشة بسيطة ديال الملحة. وهنا عندنا كاس ديال الزنجلان من بعد ما نقيناه وحمرناه نص تحميره شويه، وطحناه مزيان مزيان يكون ليس، واللي حتى يطلق هكا الزيت ديالو. ولا كان ما طالقش الزيت ديالو غربلوه من الاحسن. هنا خليته حتى تدعق مزيان مزيان. وسمحوا لي على الاناره كانت شويه خفيفه، لحقاش انا ما درتها حتى العشره اللي راكم عارفين مع الخدمه. يلا الانسان الله يحسن العوان. هنا كانوا عندي 2 معلقه د القرفه ومعلقه ديال النافع، يكونوا حتى هما مطحونين. كنت خلطتهم مزيان مزيان ومغربلاهم اكيد. ودرت كاس ديال الزبده مع مرش شويه، وكاس ديال الزيت نباتيه. هنا قبل ما نديرو حتى شي اضافه اخرى ضروري من تنتهيو هكا من هاد المقادير اللي درت قدامكم تنبسو هكا الطحين ديالنا. هذا هو السر حتى هو في الرطوبه ديالها والنجاح ديالها. تنستمروا على هذا الشكل هذا، تنبسو حتى تنتهيو تنحيدو كاع دوك الكويرات نهائيا، تيتماس لنا داك الزيت وداك الفرصي يدخل فيه داك الزيت وديك الزبده مع داك النافع حتى تيولي هكا مرمل. هنا تنجيبو كاسرونه وتنديرو فيها نص كاس ديال الخل اللي تيعطيها الفتاوى. وهنايا تنديرو هكا كاس ديال الزهر، وتنزيدو فوق النص شي شويه. هاد المقدار اللي درت ديال الزهر والخل كافي باش يرول لكم هاد الكيلو ديال الطحين، ما تنزيدوش نهائيا. وهنا تنزيدو واحد شويه ديال الزعفران، ولا كانت عندكم الضامه ديروها. هنا تنرجعوا الطحين ديالنا تنضيفوا عليه خماره الحلوى، وتنضيفوا الراس ديال المعلقه فقط ديال الخميره. مع عرفتوا دابا الحال شويه سخون، واخا يكون كاع بارد تكتفيوه بداك راس المعلقه ديال الخميره ديال المعجون. وهنايا ما تنديروش البيض، تنديرو غير صفار بيضه. داك البيض تنحيدوه باش ما تيديرناش الكشكوشه بزاف في القلي. هنا من بعد ما سخنا داك الخليط ديال والخل وديال الزهر، والسر ديال التسخان ديالو وهو انه تيذوب لنا ديك الزيت اللي تتكون في قلب داك الطحين. والسر كذلك ديالو الثاني هو ان هنا ما تساعدنا على انها دغيا تحرك لنا، حيت كانت شحال هذه مشكله باش انك تعركي هاد العجينه ديال الحلوى. خصك ديريها في الماكينه اولا تبقاي تعطيها في الكف بزاف بزاف. هنا بالعكس ملي ترونيها بداك الزهر والخل دافي تتسلق دغيا دغيا كما تلاحظوا. وهنايا تنقبطو هكا القطعه ديال العجينه، وتنقطعوا هاد الكيلو ديال الطحين. عطانا 4 هكا ديال الخبيزات. وضروري ومؤكد تكون حداكم ساشيه بلاستيكيه ديال بلاستيكه هكا ديال الميكا، هي اللي تزيد ترطبها لنا. هنايا غادي تتبعوا معايا الطريقه هذه، طريقه ناجحه 100%. هنايا علاش تندير هاد الطريقه هذه؟ تتورق باش تجينا مورقه وتجينا وتتنزلنا. وملي تنجيو نديرو هكا الشباكيه ديالنا تطوع لنا في يدينا، ما تنحتاجوش نهائيا وقت كبير باش نتسناوها حتى تخمر اولا تنتسناوها زعما حتى تسلق. ضروري ومؤكد انا دائما تندير هاد الطريقه هذه، تتساعدني بزاف بزاف. ملي تنجيو نخدمو الشباكيه ديالنا تتجينا مورقه وما تتعذبناش نهائيا. تنستمروا هكا على هذوك ال5 الخبيزات تنديروا لهم هكا نفس العمليه. ومن بعد ملي تينزلوا لنا صافي تناخذوا هاد تنبداو تنشرعوا دابا في العمل ديالنا وهذا الشيء هنايا رانا بوحديتي ما معايا حتى شي حد. يعني الحمد لله ربي يعاونني عليها في داك الليل بوحديتي، ما ساليتها حتى شي 2 د الليل. انا تنعشق خلاص الخدمه في الليل، تيعجبني الكالم وتنخدم في راحتي، تيكون كلشي والهدوء. هنايا ملي تنطلقوا هكا العجينه ديالنا ماشي بزاف، تنخليوها هكا غليظه شويه، تنديروها هكا طريفات. هاد العمليه اللي تندير انا احسن واحسن. علاش؟ فين ما تنبغيوها كنخدموا تنجبدوه طريف وتنتغلبوا عليه دغيا دغيا. وبالنسبه اللي عنده الماكينه ديال
ديال هكا د الحلوى يديرها في الربعة وفي الخمسة وفي الستة حتى تترقق. أنا ما تنحتاجهاش نهائيًا، هي الحمد لله نتوما لا لاحظتوا. العجينة ديالي ساهلة، ما تتعذبنيش نهائيًا، ما تتلصقش، باش نقول لكم أنا حتى داكشي اللي تنديروه في وسط النار خصو يكون مدعوق مزيان ومغربل باش ما تتقطعناش، حيت بعض المبتدئات يقدروا يقولوا لك زعما تتقطع لهم، ما تيطحنوش داكشي وما تيغربلوش، تتقطع لنا الورقة. نتوما لا لاحظتوا الورقة تتبقى ليس مخيرة ساهلة في الخدمة. هنا من بعد ما تنورقوا هكا الورقة ديالنا وعينيكم ميزانكم في الرق ديالها تنقادوها. انا تنديرها غير صغيره، ما تنديرهاش كبيره. تنديرو واحد، جوج، ثلاثة، في الربعة تنقطعو واحد، جوج، ثلاثة، والرابعة تنقطعوها، وكاين اللي تيدير حتى 5 د الأشرطة. أنا ملي تندير هاد الربعة تيجيوني زويونين وتتجي محلولة، ما تجيش ثقيلة بزاف. هنا تنهزو واحد ونطلقو واحد، داك الثاني تنزيد الأول تنوضعوه على الثالث، والرابع تنطلقوه تنلصقوه مع الثاني. هكا تنوضعو صبعنا، إلا لاحظتوها هي مفهومة تتجي على شكل وريضة. صافي تنلصقو دوك الحويشيات اللي لتحت وتنوضعو هكا تتجي على شكل وريضة، تتجي رائعة وساهلة وتتجي صغيورة، تتجي واعرة. هنا غادي نعاود معكم الثانية. ها نتوما باش يكون الفكرة واضحة. هنا تنشدو واحد ونطلقو واحد. دابا داك الأولاني تنوضعوه على الثالث، غنطلقو الرابع مع الأولاني تنشدوهم بصبع واحد وتنلصقو هاديك الحاشية التحتانية وتنوضعو هكا فوق سطح العمل، وتنجمعو الجوانب تنضيقوهم، وإلا كانوا الجوانب طوالين تنحيدوهم وتنستمر هكا حتى تنتهي من الكمية اللي عندي كاملة. وهانتوما اللي لاحظتوا تبارك الله العجينة سلسة في يدي، الحمد لله ما تتقطع ما حتى شي حاجة، وهكا تنتغل. شوفي هانتوما اللي لاحظتوا مطلوقة ومخدومة مزيان بحال راه أنا عركتها وعركتها وعركتها. كان كاع شحال هادي تتعذبهم في العريك، واللي تيبيتها في الثلاجة واللي تيدوزها في الماكينة كانت تاخد تعب كبير. أما إلا تبعتو هاد الطريقة ديالي فرمشت عين ساليوة. وهنايا عاوتاني تنستمروا نفس الشيء وتنكملوا الطريقة اللي عندنا كاملة. واحد، جوج، ثلاثة، وفي الرابعة تنقطعو واحد، جوج، ثلاثة، وفي الرابعة تنقطعو. يعني نتوما لا لاحظتوا غنعاود معكم ضروري. انا كنت علي ننتهي هنايا من هذا من التشباك ديالي، قلت علاش نولي نذكركم. هنا تنديروا الاولى مع الثالثه، وهنا الاولى مع الثالثه وتنوضعوهم هكا عاوتاني وتنديروهم على شكل وريضه. تنهزو وحده ونطلقوا وحده، والثانيه والاولى تنلصقوها مع الثالثه وتنطلقوا تنزيروا من التحت وتنحطوها فوق سطح العمل وتنحصلوا على هاد الوريضه هذه. هنا من بعد ما درنا المقله ديالنا فيها الزيت، وخص الزيت حتى تسخن مزيان مزيان باش ما تتفصلناش ما تخسرناش الشباكيه ديالنا. هنا ملي تتعرفوا الزيت سخنات مزيان، هي مجرد ما تتلوحوا ديك الوريضه ديال الحلوى اوتوماتيكمون تطلع لفوق الزيت صافي، وتدير هاد الفقاعات. هنا ما تتحيدوش محدا الحلوى نهائيا، تتبقاو واقفين حداها، والعسيله راها تكون ديجا حداكم حتى هي سخونه، والشبيكه خلاص فين غادي تقطروا الحليوه ديالكم. هنا من بعد ما تنوضع الحلوه ديالي تنبقى هكا مقابلها باش ما تحرقناش، تاخذ داك اللون كريمي اي شويه بشويه. ما تنسرعوش عليها، تيكون العافيه عليها هادئه باش ما تتحرقناش. هنا ملي تاخذ هذا اللون ذهبي تجي رائعه. تقدر تنوضعوها اوتوماتيكمون نيشان في العسيله ديالها اللي ديجا فيها ديك المسكه الحره. هنا كنت درت واحد راس معلقه في ديك العجينه، هي ما بانت لكمش، وخلاص راه حتى الحلوه في العسل راه فيها ديك المسكه الحره جات رائعه والريحه ممتازه. هنا من بعد ما تنطفيوها في العسل هكاك حتى تشرب العسل ديالها، ما تنخليوهاش بزاف وما تنحيدوهاش دغيا. المهم تنحسو انها شربات العسيله ديالها، تنوضعوها هكا في الشبيكه وتنرشوا عليها. انا دايره واحد القريعه وتقباها من الفوق بشحال هادي دائما مخبعاها لهاد هكا للرغيفه ولا الحلوه. ملي تستقطر لنا هكا الحليوه ديالنا تنستوى على هاد الشكل هذا في الطبيصل،
وهذا الكيلو هادشي اللي حط لي تبارك الله ما شاء الله تجي رائعة وتجي صغيورة وتجي زويونة. ملي جا راجلي هكا داقها حمقاتو، المهم جات رائعة بلا ما نحتاج نشكر لكم. نخليها لنا الشكل ديالها و وهكا التستيفة ديالها واللون ديالها هي تهضر على راسها. شباكية رائعة، تنتمنى أن هاد الطريقة هادي تجربوها، واخا المبتدئات واخا الإنسان يكون بوحديتو. أنا قلت لكم درتها بوحديتي وما غلباتنيش، وبالصحة والراحة.